برج الدلو يا مختلف، صدمتك في 2026 هتوجعك. خلي بالك من قلبك يا برج الدلو. تعال شوف الصدمة هتجيلك منين وازاي، وكمل الفيديو وصلى على النبي. بص بقى يا برج الدلو، 2026 مش هتعدي عليك كده مرور الكرام. دي سنة قلبها جامد قوي، وسنة وشها مكشوف. سنة هتوريك مين اللي كان بيحبك بجد ومين اللي كان بيستغلك، بس لانك عارف انك قلبك طيب جدا وعقلك دايما سابقك بخطوة. انت يا دلو من اكتر الابراج اللي بتتظاهر بالقوة، لكن الحقيقة اللي محدش يعرفها ان انت جواك طفل. ايوه، جواك طفل مجروح، طفل اتظلم كتير وفاضل ساكت علشان محدش يشوف دموعه. انت اتأذيت. ايوه اتأذيت جدا جدا يا برج الدلو. ايوه، من ناس عمرك ما كنت متوقع ان هما يأذوك، ويمكن علشان كده وجعك كان اعمق من اي وجع تاني، يعني كان عميق جدا. الصدمة الكبرى بقى اللي هتكتشفها ان انت الشخص اللي كنت بتحكي له اسرارك وهو اكتر شخص هيفضحك للأسف. فخلي بالك، حد كنت شايفه صديق، اخ، سند، كنت بتديله ثقتك مش بتديها لحد، وعمرك ما شكيت فيه لحظة. لكن السنة الجديدة هتفتح لك ابواب الحقيقة، وهتعرف انك كنت شايل جوه قلبك شخص ملوش لازمة. هو نفسه اللي كان سايب اسمك في كل جملة وكل قعدة وكل كلمة فيها إساءة ليك. الصدمة مش في الكلام اللي اتقال عليك، الصدمة في الشخص اللي قاله. الصمت اللي هتدخل فيه بعد ما تعرف الحقيقة هيكون أعمق من أي كلام. تعبت انت، تعبت يا دلو من الخذلان، وتعبت من الناس اللي بتاخد ان انت قوي ومش محتاج حد. تعبت من اللي بيدخلوا حياتك وقت المصلحة ويمشي وقت الضيق. تعبت من انك دايما بتسأل عن الناس ومفيش حد بيسأل عليك انت حتى عامل ايه. جواك وجع محدش يعرفه، بتضحك وتهزر وتبان انك خفيف، بس الحقيقة انك بتنام كتير على قلب موجوع، وفكر كتير انت مش قادر تشاركه حتى مع حد. الصدمة بقى هتحصل لك ازاي؟ هي هتحصل لك فجأة، معلومة هتوصل لك، او شخص هيجي ينبهك، رسالة ممكن تقع قدامك لحظة واحدة كده، وهتنهار كل الثقة اللي كنت بتبنيها سنين من الشخص ده. وهتلاقي نفسك بتسأل نفسك ليه؟ ليه؟ ليه وانا عمري ما اذيتهم؟ ليه وانا كنت دايما معاهم؟ الصمت اللي بعدها هيكون زي النار، بس النار هتنضف مش هتحرق المرة دي. هي هتشيل السنة الجديدة، هتشيل الناس المزيفة من حياتك، مش هتستناك انت تطردهم، هي بنفسها هتعمل لك ده. هتلاقي الصداقات اللي متلصقة عليك بتقع واحدة واحدة. هتشطب على ناس كتير، ناس كنت فاكرهم حاجة حلوة في حياتك، وهتلاقي نفسك للمرة الأولى من زمان بتقف على رجلك لكن لوحدك، وبتقول لنفسك أنا مش محتاج حد، اللي محتاج أو اللي محتاجني هو اللي خسرني. 2026 سنة هتكسر، بس كسرها مش علشان تبقى ضعيف، كسرها علشان تقوم اكتر من الاول يا برج الدلو. قلبك انضف، دايرتك اصغر، قوتك مضاعفة. وبعد الصدمة دي ربنا هيفتح لك باب جديد، هتشوف ناس جديدة في حياتك نيتها صافية، ناس بتحبك على حقيقتها مش على مصلحة، وهتلاقي نفسك بتدي حب بس بحساب، وبتدخل حياتك ناس بس بعقل، وبتسمح الناس تقرب منك بس للي يستاهلوا. والكلمة دي أخيرة ليك انت يا دلو. اوعى تزعل، اوعى تقسى على نفسك، انت اتوجعت كتير. السنة دي وجعها ليه معنى بالنسبة لك، وربنا هيكشف لك علشان يحميك مش علشان يكسر قلبك. هتكون مستاهلة عليك شوية، بس هتطلع منها قوي صدقني. اول درجة ان نفس الناس اللي وجعتك مش هيقدروا يقفوا قدامك تاني خلاص. انتوا فين؟ انا عايزاك تصدق وتقبلها. جدا، واوعى تزعل على اللي راح منك، لان ربنا هيديك الحلو بس وهيبعد عنك الوحش. قول يا رب من جوه قلبك. ويلا كل واحد يكتب اسم البرج بتاعه في كومنت، وخلص الكلام. سلام.